لكل محطة في القطر ركاب، لكن المحطة اللي أنا نزلت فيها ما كانش فيها ركاب عاديين، دي كانت محطة الجحيم. أنا أدهم في منتصف العشرينات، عايش حياة طبيعية جدا. أنا من اسكندرية وشغلي في القاهرة، علشان أنا دكتور ومتعود إني كل يوم الساعة 6 الصبح إني أركب القطر عشان أروح شغلي. بس المرة دي أنا لما ركبت قطر مش طبيعي، أنا ركبت قطر خاص بالعالم السفلي. طبعا هتسأل نفسك إزاي ومستحيل، لكن صدقني ده طلع حقيقة. الساعة 6 الصبح كنت في محطة القطر مستني قطر اسمه 36، كان مكيف. بعد 10 دقايق بالظبط القطر جه، بس الغريبة مفيش أي حد من على المحطة ركب، مفيش غيري أنا بس اللي ركبت. أنا قلت في الأول يمكن عادي، بس بعد كده فهمت ليه محدش بيركب القطر. ركبت والقطر ابتدى إنه يتحرك رايح القاهرة، بس بعد ربع ساعة بالظبط القطر وقف. بصيت حواليا، كان موجود ركاب، بس ركاب شكلهم غريب وتصرفاتهم غريبة، كل حاجة فيهم غريبة، حتى شكلهم مش عادي زي البني آدمين العاديين. بعد لحظات القطر ابتدى إنه يتحرك تاني، بس المرة دي ما كانش بيتحرك بطريقة عادية، كان كل لحظة يقف في مكان غير التاني. كل ده وأنا قاعد ومستغرب. بعد كده وقف في مكان غريب اسمه المنطقة إكس للبترول، ده اللي كان مكتوب على اليافطة اللي جنب الشباك اللي جنبي. أنا فاكر ساعتها القطر وقف أكتر من نص ساعة في المكان ده، لحد ما جه شخص من الركاب وكان تصرفاته غريبة جدا وكان بيصرخ. أنا جريت عليه وحاولت أهديه، بس فجأة بص ليا وقال لي أنت إيه اللي جابك هنا يا أدهم؟ المكان ده محظور على البشر اللي زيك. وفجأة سمعت صرخات في كل القطر، وبعد لحظات القطر ابتدى انه يتحرك تاني، وفجأة النور في القطر اتقطع وبقى كل حاجة اسود في اسود. بعد لحظات النور رجع تاني، بصيت على الراجل الغريب ده لقيته مش موجود، كل الركاب في مكانهم، بس الغريب اني مش شايف حاجة بره القطر. الدنيا كانت ضلمة جدا، اكننا مشينا في طريق تاني غير اللي انا متعود عليه امشي فيه كل يوم، ده مش طريق القاهرة اصلا. حاولت اقعد مكاني واكون هادي لحد ما اشوف القطر ده هيوديني على فين. عدت ساعة وساعتين والقطر لسه ماشي، وكان في محطة المفروض القطر يقف فيها ممشيش. أنا ابتديت أخاف لحد ما لقيت شاب في العشرينات جه قعد جنبي وقال لي يا أستاذ أنت تعرف إحنا فين دلوقتي؟ قلت له لا والله أنا معرفش، أنت عايز تروح فين؟ قال أنا عايز أروح القاهرة عشان أشوف أهلي وإخواتي، أنا بقالي أكتر من 2 ما شفتهمش. أنت راكب من إمتى؟ راح رد عليا الولد ده وقال لي ياه السؤال ده اتسأل لي كتير يا أستاذ، أنا بقالي في القطر ده أكتر من شهر. أنا سكت كده شوية، قلت له بقالك أكتر من شهر في القطر عشان توصل لأهلك اللي في القاهرة؟ أنا مش فاهم، ممكن تفهمني أكتر؟ شهر إزاي؟ هو أنت أصلا راكب منين؟ رد وقال لي أنا راكب من اسكندرية، بس ما قلتليش أنت اسمك إيه؟ رديت عليه وقلت له أنا الدكتور أدهم. قال له يعني أنت دكتور بجد؟ طب يا ريت تقول لي، أنا حاسس بدوخة وتعب شديد جدا من ساعة ما ركبت القطر ده. قلت له طيب احكي لي. حاسس إن كل محطة بيعدي منها القطر أكني روحي بتتسحب مني، وبتعب أكتر مع إني أنا في العشرينات، يعني مفروض ما يحصليش ده كله، لكن اللي أنا حاسس بيه أكن عندي 50 سنة. رديته وقلت له أنت متأكد إنك بقالك شهر هنا؟ قال لي بقالي شهر، أنا عددهم بالأيام والشهور، شهر و3 ساعات بالظبط. قلت له طب أنت مش ملاحظ حاجة غريبة؟ قال له هلاحظ إيه أغرب
من اللي أنا شايفه هنا، الركاب، الناس اللي بتظهر وتختفي مع كل محطة، وده غير غيلان القطر. قلت له ايه غيلان؟ رحت قايل انت ما شفتهمش؟ نسيت ان انت لسه راكب النهارده، هتشوف مع الوقت ما تقلقش. قلت له اشوف ايه؟ احنا لازم ننزل من القطر ده قطر مش عادي، ده معناه ان القطر ده. وسكت. وقبل ما اكمل كلامي وقف القطر في حتة كلها ضلمة، الركاب وقفوا مكانهم، كان على وشهم السعادة، وفجأة القطر ابتدى يتحرك لورا. بدأوا الركاب اللي كان على وشهم سعادة تتحول على وشهم الغضب، وكل واحد قاعد مكانه من تاني، واللي ماسك صورة أهله، واللي ماسك الجرنان، واللي ماسك ايه؟ لحظة، ماسك ايه ده؟ وقبل ما أركز راح الشاب ده قاطعني وقال لي يا أستاذ ما تركزش معاهم، صدقني هتندم. قلت له أندم ليه؟ قال له علشان آخر مرة حد ركز معاهم كانت نهايته إنهم رموه من القطر. قلت له طب ما إحنا عايزين فعلا ننزل من القطر. راح رد عليا قال لي يعني أنت عايز الغيلان تاكلك يا أدهم؟ قلت له فين الغيلان دي؟ انتوا كلكم شكلكم مجانين، انا لازم اخرج من هنا حالا، انا عايز انزل. بدأت اعلي صوتي اكتر واكتر لحد ما كل الركاب بصوا عليا، ومش كده وبس، كل واحد ساب اللي في ايده وقام، وفضلوا يقربوا ناحيتي. وفجأة القطر وقف مكانه، ولما القطر وقف الركاب بصوا حواليهم وقعدوا مكانهم من تاني. لقيت الشاب ده قال لي انت تحمد ربنا ان القطر وقف، لولا ان القطر وقف كان زمانك اتكلت من الغيلان. سكت شوية، قلت له انت مصدق اللي بتقوله ده؟ وبعدين انت ما قلتليش انت اسمك ايه؟ قال لي انا اسمي يوسف. قلت له ماشي يا يوسف، وتعرف احنا فين؟ ولا هتفضل تقولي ان القطر ده مش بيقف، وان بقالك شهر، والكلام الغريب اللي انا عمال اسمعه منك ده؟ انا تعبت نفسيا. رحت قلت له طب استنى هقوم اشوف احنا فين. وفعلا قام يوسف عند باب القطر وطلع راسه وبص ورجع قعد جنبي وقال لي احنا حاليا في ارض اسمها المنطقة اكس للبترول. قلت له نعم، المنطقة دي عدينا عليها من شوية، ده معناه حاجة واحدة بس، معناه ان القطر ده بيلف حوالين نفسه، بس ازاي اصلا ده يحصل؟ راح رد عليا يوسف وقال لي قلت لك كل حاجة هنا غريبة، انت ما صدقتنيش وقلت عليا مجنون. قلت له طيب ايه العمل يا يوسف؟ احنا لازم نخرج من هنا حالا. وقبل ما كمل كلامي ابتدى القطر يتحرك تاني. بص، مفيش غير حل واحد بس، احنا لازم نعرف مين اللي بيحرك القطر ده. راح رد عليا وقال لي ازاي؟ قلت له احنا هنروح عند مقدمة القطر ونعرف مين اللي بيسوق القطر ده، ممكن يكون طرف خيط يوصلنا لدليل عن اي حاجة بتحصل في القطر الغريب ده. اخدت يوسف فعلا وابتدينا ان احنا نمشي في القطر عشان نوصل للعربية اللي فيها السواق. كل الركاب كان عليهم نظرة غريبة، أكنهم بيبصوا لنا بصة شفقة. في نفس الوقت النظرة دي مش مريحاني، بس أنا مركزتش مع أي حد وفضلت مكمل. وقبل ما نوصل عند العربية اللي فيها السواق قام راكب من ضمن الركاب وقف قدامنا وطلع صوت غريب قوي، تقريبا كل القطر سمعه. بعد لحظات قام كل الركاب من مكانهم وقربوا مننا. لقيت يوسف بصلي وقال لي احنا لازم نوصل للعربية اللي فيها السواق بسرعة يا أدهم. وفعلا ابتدينا نتحرك ونجري بسرعة علشان نوصل للعربية اللي فيها السواق. فتحنا الباب وكانت المفاجأة ان مفيش حد بيسوق القطر. رحت قايل له ايه ده يا يوسف؟ ازاي ده محدش بيسوق القطر؟ بصلي وقال لي انا مش عارف حاجة. في نفس اللحظة اللي انا ويوسف باصين لبعض فيها ظهرت دايرة كبيرة وجواها عالم تاني. القطر دخل فيها. أول ما دخل القطر كان في يافطة مكتوب عليها مرحبا بكم
في عالم الجن والغيلان. استنوا باقي القصة في الفيديو اللي جاي.